فهيبقى عندي in general هيتضاف لكل المستخدمين عندي خانة بتاعت الباسورد. نخليها هنا 4 وحيد، هنا 4 كلمات، هنا 4 ثلاثات، هنا 4. تمام. فبالشكل ده أنا ضفت لكل يوزر باسورد. فاضل إن أنا أبدأ أعمل أوثنتيكيت أو الصفحة الخاصة باللوجن. فهبدأ إن أنا هضيف صفحة جديدة أو هضيف فولدر جديد، نيو فايل. جميل. ده هيبقى اسمه لوجن. أوكي. صفحة اللوجن هتبقى قريبة جدا للصفحة، الجزء اللي كنت بجيب فيه الداتا أو بجيب الداتا بتاعت اليوزرز. بس المرة دي المفروض إن أنا هقارنها بالقيم اللي بتجيلي أو اللي بتتعرض. فهناخد نفس الجزء بتاع يوزرز هنا اللي فيه الكونكشن وفيه السلكت. تمام. هنغير بس شوية حاجات. طبعا جزء اللوجن معروف. هجيب اليوزرز اللي عندي، هبدأ أشوف أنا عايز أجيب اليوزر دول على أساس إيه. فهبدأ هقول له مثلا عندي إيميل عندي النيم وعندي الباسورد. فهاجي هنا قبل ما أعمل اس كيو ال أقول له عندي حاجة اسمها النيم وحاجة اسمها الباسورد أو الباس. جميل. دول هجيبهم منين؟ دول اللي اليوزر هيبعتهم لي. تمام. وفي الحالة دي أنا هستقبلهم عن طريق ميثود اسمها بوست. عندي 2 ميثودز، بوست وجيت. في الحالة دي أنا هستعمل بوست. تمام. ما بنتطرقش قوي للتفاصيل لأن دي مجرد انترودكشن. البوست دي المرة دي هاخد منه النيم، وهنا هيكون بوست برضو هاخد منه الباص. وهاجي هنا هقول له select all from users، بس مش كل الناس. هقول له where هيكون عندي شرط ان النيم هي equal حط النيم اللي انا جايبه، وان الباص هقول له and دي يعني لازم الشرطين يتحققوا، ان النيم يكون بيساوي النيم اللي هو بعته، وان الباص يكون بيساوي برضه. ضفنا باسورد ولا ضفنا باس؟ نتأكد. احنا ضفنا باسورد. هنكتب باسورد كامل. باسورد يكون بيساوي الداتا اللي هو بعت لي عن طريق الفاريبل اللي اسمه باس. جميل. ففي الحالة دي هو مش هيجيب كل اليوزرز، لا هو هيجيب اليوزر اللي النيم بتاعه نفس زي النيم اللي هو بعته لي، والباس بتاعه زي الباس اللي هو بعته لي، ويبدأ يقارن. والله هحط المقارنة اللي هتجيلي دي في ريزلت. تمام. وبعد كده هقول له لو المرة دي بقى مش هقول وايل، المرة دي هستعمل if عشان هقارن. هقول له والله لو الريزلت دي هاخد فانكشن تانية مش فيتش اسوسيك، هتبقى num rows يعني عدد الصفوف اللي هي بترجع بيها. لو عدد الصفوف اللي راجع لي اكبر من صفر معناها كده ان في اكتر، يعني في اكتر من صفر، يعني في اوريدي واحد موجود عندي نفس الاسم ونفس الباسورد. جميل. ففي الحالة دي لو هو موجود عندك شخص او عدد الريكورد اللي راجع عندك اكتر من صفر، هقول له ايكو لوجين سكسسفول. طيب else حالة تانية.
والله انا ما لقيتش حد يوزر عندي بالاسم ده، هقول له خلاص ايكو لوجن فيلد. فبالحاله دي انا بيكون عندي سيستم لوجن صغير شغال، بقدر اقول للشخص بتاع الفرونت اند تقدر تعمل لوجن. عن طبعا ده كده لوجن ويك جدا، لوجن ضعيف ممكن يتكسر، لان احنا هنتكلم عن ثغره اخيره هننهي بيها السيشن بتاعتنا، وهي ثغره السيكوال انجكشن. هوريها لكم بتتم ازاي. طبعا مش هنتكلم قوي عن الثغره لان هي اصلا غلط ان انت تكون فيها قوي، بس انا هوريك هي بتسبب في ايه بالظبط، يعني عشان تبقى فهمت جزء برضو من الويب سكيورتي. كده احنا وصلنا للمرحله دي، عايزين تيست. تمام. فبنيجي هنا في برنامج اسمه بوست. برنامج اسمه بوست مان. البرنامج ده المفروض ان هو بيديك ايبل او بتست بيه الاي بي ايز لما تجيبها كشخص مثلا بيعمل شغل اي بي ايز مثلا على سيرفرز او كده. تستعمل بوست مان ان انت تست بيه الاي بي ايز بتاعتك، وبتبدا انت تحمله. هنحمله للويندوز، طبعا في اكتر من نسخه للويندوز واللينكس والماك متوفر يعني. ومساحته مش كبيره، مش يعني حاجه ممكن تكون صعبه. هو مساحته كله على بعضه 100 ميجا، فممكن تحمل في اقل من دقيقه. تمام. هنحمل بوست مان. لحد ما بوست مان يحمل هشرح لكم جزء كده خاص في الفكره بتاعت الثغره اللي بتحصل بتاعت السيكوال انجكشن. انا دلوقتي فاتح ان هو يبعت لي داتا المستخدم عن طريق مثلا البوست بتاع النيم. فهو بيجي هنا بيبعت لي النيم، الجزء ده اليوزر بيبعته. فبيجي اليوزر باختصار كده، هو عارف ان انت هنا مثلا دايما بتستعمل، او دايما الناس بتحط هنا دبل براكتس وهنا سنجل براكت. فيقول لك خلاص انا هضيف هنا دبل براكت تاني. تمام. وهقول له حط علامه دوت. خلي بالك لان دوت دي هي اللي بتلحم الاجزاء بتاعه التكست ببعضها في البي اتش بي. جميل. ونقول له where name not equal. فنيجي هنا نحط دي العلامه دي. فالعلامه دي معناها نوت، يعني هو بيعكس. تمام. فهو كده كانك بتقول له ما بيساويش، لما النيم ما بيساويش الاسم ده. فهو بدل ما يبعت لك نيم بيقوم باعت لك كده ويكتب اي حاجه بعديها. فده بيسبب في نوع من السيكوال انجكشن. جميل. تعالوا نبص على بوست مان ونرجع تاني لحته السيكوال انجكشن. نفتح الفايل بتاعنا.